بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. المرات اللي فاتت اتكلمنا عن العلاقة الشخصية مع الله، إزاي نقدر ننمو فيها ونقدر نعرف ربنا أكتر. هو ربنا نفسه اللي عايزنا نعرفه أكتر ما إحنا محتاجين أو عاوزين نعرفه، فهو بيعلن لينا ذات. فمرة حد كان حاضر القداس في الصوم الكبير والشمامسة قالوا لحن أنا أعرف بصوت جميل وحلو، وهو أثناء اللحن حس إحساس جميل حكاهولي، قال لي أنا ساعة ما بيقول أنا أعرف أنك صالح حسيت كل تاريخ الماضي جه قدامي كده، ولا انا اعرف يا رب انك صالح بدليل الخطايا الكتير اللي انا عملتها وانت غفرتها. انا اعرف انك صالح بدليل التغيير اللي حصل في حياتي، وانا كنت عاجز عن هذا التغيير وفشلت كتير ان اتغير، بس دلوقتي انا حاسس بنعمتك في حياتي وانا في حتة تاني. انا حاسس بالتغيير بتاع التوبة، ان انا مقبول امامك على الرغم من كل اللي عملته. كان نفسي اطلع امسك الميكروفون واقول لهم لو سمحت وقفوا اللحن وقفوا القداس، انا عايز اقول لكل الناس اللي في الكنيسة انا اعرف ان ربنا صالح بدليل اللي عمله معاي والخطايا اللي غفرها والتغيير اللي حصل في حياتي. ساعتها بس فهمت اللحن اللي بيقول بموتك يا رب نبشر، ان انا عايز اكرز وعايز ابشر بصلاح الله اللي قبلني واللي غفر لي خطاياي. الصلاة بتخلينا نختبر حضور الله. فلو اتكلمنا عن الصلاة والعلاقة الشخصية من هنا للصبح مش هنعرف حاجة عن الله، ده كلام هيبقى معلومات وحش معلومات، لكن لازم ندخل مخدع الصلاة دخول حقيقي، نروح القداس فعلا نتجه بعقولنا وقلوبنا ناحية الله ونختلي بيه ونخلي ذهننا من اي حاجه تشغلنا. الناس الحضور، اللحن اللي بيتقال، مين ابونا اللي مصلي، الكنب شكله ازاي، الكنيسه فخمه ولا لا، فيها نجف والديكورات والايقونات ورسمتها والفن اللي فيها. لو انا انتبهت لكل الاشياء دي وتفحصتها عشان انظر لها دون الاهتمام بان انا التقي بالله لقاء شخصي، انا هنشغل بالاشياء المحيطه عن اللقاء الشخصي. فالصلاه والعلاقه الشخصيه تحتاج الى اختبار هذا الحضور وادراك انا واقف قدام مين. مره حد برضه حكى لي حاجه تانية، قال انا بقرا الانجيل في البيت عادي واتمتع بيه جدا واحس بربنا، بس لما اكون حاضر في الكنيسه والشماس يقرا الانجيل من على المنجليه وقت القداس، الانجيل وهو مشفوع بالذبيحه، بيكون لي ادراك مختلف. بحس ان ربنا يسوع المسيح شخص وانا شايفه، شايف عينيه القويه وبصه، شايف صوته الجهوري العميق الحنون القوي والحاسم، شايف حركته الرزينه المتوازنه اللي مليانه تعبير ومليانه قوه، شايفه بيقول الايه ويقف الانجيل معايا عند ايه واحده او كلمه واحده او معنى واحد. انا لا بسمع اللي قبله ولا اللي بعده، بنسى اللي حصل من اول القداس ومش بنتبه لباقي القداس. انا بقعد القداس كله بتغذى على الايه دي، حس الايه دي دخلت في اعماقي بتشتغل عامله شغل جوايا، يعني بتغيرني، بتفحص الماضي بتاعي، بتفكرني بالمواقف اللي انا عملتها، بتراجع معايا حساباتي في خطاياي واخطائي، وبتذكرني بالاختبارات الحلوه اللي اختبرتها مع الله. وعند المحطه دي انا بكون قابلت ربنا شخصيا ومش بهتم باللي قبله واللي بعده، وبكتفي بان انا القداس ده كله طلعت بالايه الواحده دي من الانجيل. وده مغير وفعال. والأنبا أنطونيوس في سيرته قصته حصل معاه زي كده لما سمع الآية بتقول إن أردت أن تكون كاملا، مش قضى فيها القداس باقي عمره لغاية نياحته، لغاية ما أسس الرهبنة ونشرها في العالم كله، وهو عايش بالآية الواحدة دي اللي طلع بيها من الإنجيل، اللي شافها وشاف حضور المسيح فعلا في القداس. بيقول له يا أنطونيوس باسمك أنا بكلمك أنت كشخصك، برسل لك رسالة شخصية وبحدد لك طريق حياتك اللي جاي كله. عايز تبقى كامل وأنا عارف الرغبة اللي في قلبك وأنا عارف اللي في قلبك وقلبك مستقيم، أنا قبلتك، تعال معايا وامشي ورايا وكون كامل، بيع اموالك وادي للفقراء ووزع، هيبقى لك كنز في السماء. ولما تتبعني وتمشي معايا هتختبر هذا الكمال وتختبر هذا التغيير. فنحتاج الى الدخول الى محضر الله. هناك هنتغير لما نلتقى الله وجه الوجه، لما يتجلى الله داخل النفس ونشوفه ونشوف صلاحه ونشوف غفرانه ونشوف قبوله، هنعرف يعني ايه صلاة. لما ربنا بيقول صلوا في كل حين ولا تملوا، بيشاور على مصدر القوة، مصدر التغيير، مصدر الحكمة. لا الموضوع اللي انا فيه اصلا عايز ذكاء، طب ما ربنا هو الذكاء كله. ده عايز قانون، ربنا اله الناموس واله القانون ووضع القوانين ومشرع شريعة الكمال ووضع الشرائع كلها. الموضوع ده عايز قوة، طب ربنا يعني اقنوم الحكمة والقوة، هو يد حكمة الآب وهو قدرة الله وقوة الله. هو في حاجة في الدنيا مش محتاجة ربنا؟ في شيء في الدنيا ما يحلوش ربنا؟ فأنا لما اتجه لله بقلبي بتجه للقداسة كلها والقدرة كلها والحكمة كلها. واحنا محتاجين الله ودخول الحضرة الإلهية. الخبرة دي خبرة حضور الإلهي أو الوقوف في محضر الله، هي خبرة الصلاة المغيرة، وهي اللقاء الشخصي اللي هيعلمنا مع الوقت نعرف الله أكثر فأكثر ونتغير إلى تلك الصورة عينها. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن.